ولا هينفعك فين هناك بكرة. لا ولد يشفع ولا مال ينفع إلا ما قدمت لله. وصدق رسول الله صلى عليه: من كان لله دام واتصل ومن كان لغير الله انقطع وانفصل. نسأل الله أن يجعل جميع أعمالنا ابتغاء لله عز وجل. رسالة أخرى: قضية الرزق مش فلوس. وحد الله وصلي على رسول الله. عمر الرزق ما كان فلوس. من ظن أن رزقه مال خاب وخسر. لما الشيخ بيقرأ في سورة آل عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ردت معاي: من ايه؟ من عند الله. يعني كل الخير اللي انت فيه يا عم الشيخ فين الخير؟ ده جاري طلع البيت 5 6 ادوار وانا العمليه ماشيه ازاي؟ ده ستر من ربنا سبحانه وتعالى. ستر الله عليك حينما تأوي إلى فراشك. لا تأخذ من الدواء، لا بتاخد برشام سكر ولا ضغط ولا أي حاجة، فأنت بستر من الله. ده مش كلامي، ده كلام رسول الله صلى عليه. بيقول لك إيه؟ من بات آمنا في سربه، يعني نايم في البيت مطمن، معافى في بدنه، ما بياخدش برشام سكر برشام ضغط، ما بيغسلش كلى، ما بيعانيش من اي امراض، معافى في بدنه، يملك قوت يومه. ركز في دي كويس. يملك قوت يومه. النهارده البيوت مليانه بالسمن والجبن والخير، ونقول فين ومنين. وربنا بيقول لك ايه؟ يا ابن آدم في الحديث القدسي فيما معناه: خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك. يا جماعة اللي ورا خلص معايا. فإن رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك كنت عندي مذموما، ولا ينالك إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن. ما تعبنيش. أيعيني رغيف عيش أسوقه إليك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد فلن أطالبك بعمل غد. وصدق الله العظيم حيث قال: كل يوم هو في شأن. النهارده حر، بكره برد، النهارده مطر، بعده غيمه. الملك ملك من؟ الأمر أمر من؟ الحكم حكم من؟ أمره بين كاف ونون. إذا أراد أن يكون للشيء كن فيه ردد معايا فيكون. استنى، يعني جاري اللي بنى البيت دورين 3 ده من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه. رزقه كده، يعني انت ربنا جعلك فمين رزقك كده. ليه؟ وكذلك جعلنا بعضكم فوق بعض. ايه ردد معايا. جعل ولا 5 بدلين دول درجات فيه لنبلوكم فيما اتيناكم. طب كمل قال لك ايه؟ فاستبقوا. استبقوا ايه بقى؟ استبقوا ان سبيل لما يبني ارن على المجلس. استبقوا ان احنا قاعدين جايبين سين فلان وعلان. استبقوا ان انا اقعد ابص للناس كلوا فين وجابوا منين وراحوا ازاي. فاستبقوا الخيرات. هترجع فين حبيبي؟ يبقى هي تسابق وتنافس في الخير، لا تنظر في رزق احد. ليه؟ قضية الرزق زي بعض. وانا والله اندمجت معاكم.
قضية الرزق من الذي قسمها؟ صنع النبي زي بعض عن الشيخ محمد ده يكتير الدين. قضية الرزق من الذي قسمها؟ ردد معايا الجماعة لأن في ورقة خلاص هيتكلموا معايا. قسمها الله. طيب كان في حد أعدل من النبي صلي عليه؟ معايا عم وافي؟ كان في حد أعدل من النبي؟ مفيش حد أعدل من النبي، ورغم ذلك لم يكفر النبي بقضية الرزق، حيث قال ربنا جل شأنه وفي السماء رزقكم وما وما توعدون. أنا مش محمد مش بس كده، المشايخ يعلمون جيدا. فورب السماء من الذي أقسم؟ من الذي أقسم محمود؟ الله سبحانه وتعالى. أنت النهارده لما تروح لواحد محترم في البلد معروف مثلا بحسن الأخلاق تقول له والله أنا ليا مصلحة فلانية، يقول لك إن شاء الله بكرة هتقعد. أنت بتروح عامل إيه؟ مطمن ليه؟ خدت الأمر من واحد سكر. ما بالك برب الكون أجمعين؟ قال فورب السماء إنه لحق. يعني الرزق ده حق عليا، دي مش قضيتك انت. طب وسيدنا عمر في الحديث جميل لو انكم توكلون على الله حق توكله صلي عليه جماعة الاشمال دول حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بتعمل ايه؟ تاخدوا تاخدوا خماصة وتروحوا بطانة. يعني الطير اللي طلع الصبح عارف رزقها فين؟ البياع وهو طالع، الرجل وهو طالع من بيته عارف الرزق بتاعه فين؟ بس توكل على مين؟ على الله. تاخدوا خماصة وتروحوا بطانة. احنا النهارده عندنا شوية خمسة نمشي من مكياس ليه؟ عشان تمنع العصافير ما تاكلش. أتحجب رزق من عن من؟ الرازق من؟ الله. الخالق من؟ الله. اللطيف من؟ الله. القادر من؟ الله. حيث قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخلق. أمره بين كاف ونون إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون. استنى فسبحان الذي بيده الكون كله. النهارده يا عوافي لما تكلم واحد تقول له يقول لك مش عارف انا مين ولا ايه؟ مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ ايوه مين انت يا حبيبي؟ مين انت؟ انت جيت من نطفه من مني مين انت؟ انت نفس طلع ما دخلش دخل ما طلعش. ادي انت ادي حديثك انت بتكفر ما تبقاش. مين انت؟ ده اللي احنا ماشيين بيه. وحد الله وصلي على رسول الله وتدبروا ملك الله فوالله لن تنالوا إلا ما قدر لك. فإذا رأيت صاحب نعمة فقل زاده الله ووسع عليه والله سوف يعطيك الله خير منه. أكتفي بهذا القدر فلو ظللت أتحدث ما شبعت من أنوار وجوهكم، بس أنا عارف الجو برد زي بعضه، فالشيخ محمد هيتفضل في عجالة يمتع آذاننا جزاه الله خير الجزاء. تفضل شيخنا منا مشكورا ومن الله مأجورا ونترككم في رحاب القرآن الكريم. ايوه يا زعيم حاجه جميله ربنا يبارك في حضرتك. ايوه ابو محمد ابو محمد الازهر يا عم حبيبي ايه الحلويات دي؟ اصحى من ليس اصحى يا ليس انا قاعد لك هنا يا ليس
انا قاعد لك هنا. خلي بالك. يلا خلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. على العالمين. على العالمين. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. ذرية بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران قالت امرأة نعم يا سيدنا، الله أكبر. مليح يا سيدنا. نعم نعم. إذ قالت امرأة
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى شبشب ولا تصور لا عايزون ان شاء الله. رضي الله عنها يا سيدي. نعم رضي الله عنها. رضي الله عنها وارضاها. والله أعلم بما الله أكبر. الله يفتح عليك يا سيدنا. نعم نعم يا سيدي. نعم رضي الله عنها. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها
يا عم فتقبل يا ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكملها زكريا فتقبل يا ربها بقبول وأنبتها نباتا حسنا وكملها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله وعندما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا المحراب روح عمك محمود يا تروح يا وين وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله جميل يا شيخ قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء
هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا الله أكبر. نعم. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله